منوة جديدة ولكن لطيفة جدا. القصة التقليدية بتاعتنا في أي منوة إن بطل بيقعد يتدرب ويتدرب عشان يواجه ملك الشياطين. هنا البطل نفسه هو ملك الشياطين، وفي حاجة غريبة في المنوة إن عملوا أكاديمية اللي بيتخرج منها بيبقى ملك شيطان، يعني أكاديمية لملوك الشياطين. والبطل بيعيش حياة أولى وبيبقى ملك الشياطين فيها وبيخسر على أيدي الأبطال، بيرجع تاني يحصل له ريجريشن علشان ينتقم. تقول لي يا عم طب ما احنا سمعنا ديك يعني ماشي، بدلنا البطل بس ما غيرناش كتير. هقول لك في حاجه مختلفه. اول حاجه ملك الشياطين ده دماغه مجنونه، هو مش مهتم باي حاجه، هو خلاص زعلان من اللي حصل في حياته السابقه وعايز بس ينجو المره دي، وعايز يقتل الابطال اللي قتلوه المره اللي فاتت. في كوميديا كتير جدا في المنهوة دي، كوميديا رهيبه هتسخسخ على نفسك، وفي طريقه مختلفه لحكي القصه. يعني بيشوف انت عاده في المنهوات بيحصل ايه ويعمل عكسه، يقول لك انت لازم ملك الشياطين يعمل كذا. طب انا يعني هو كان في كتيب في الاكاديميه اللي هو كان فيها بيقول لهم ان انتوا لازم تبقوا اشرار ولازم تقتلوا الناس كلها ولازم تبنوا البرج الشيطاني بتاعكم، اللي هو البرج اللي البطل دايما بيدخلوا اخر دور في البرج لازم يكون ملك الشياطين فيه والحاجات دي كلها. هو بقى ايه؟ قال لا، انا هعمل عكس الكلام ده كله، انا هبني برج في حته منعزله مش جنب المدينه، انا هساعد الناس اللي غير البشر، انا بكره البشر ماشي، انا هساعد الالف، انا هساعد الاقزام وهجيب الناس دي تشتغل معايا. طب انا هساعد البشر بس بصفقات. بتحسوا لويد فرونتيرا كده في الصفقات بتاعته بيبدا يجمع مجموعه كده مضحكه، الف واميره مخطوفه وواحد حرامي كده بطل بس مش ولا بد. بتلاقي مجموعه كده كلها مسخره، غير ان المنوه لسه حديثه 30 فصل لغايه دلوقتي، فالرسم فيها جميل جدا. الشخصيه بتاعت البطل ذكيه وقويه، في اكشن بيحصل وعشان هو ملك شياطين، وكمان مضحكه جدا، يعني هو شخصيته مجنونه كده فانت تحب المنهو. وبعدين هو بيحكي لك بقى على العالم الفانتزي بتاع السحر والابطال وملوك الشياطين ده، بس الطريقه جديده بقى شويه. خلاص هنا بقى ان البطل هو اللي هيقتل بقى الملك الشياطين كده. ملك الشياطين ده هو بقى مهتم ان هو ينجو، هو بقى ما عادش مهتم ان هو يبقى بيدمر وخلاص، هو عايز يستخبى ويكبر البرج بتاعه ويظبط السيستم بتاعه، وفي النهايه يحكم المنطقه بتاعته. هو عايز بس يقعد في الحته اللي هو فيها دي بس، ما تكونش جنبي بقى. طبعا دايما القصه او الكاتب بيعوز يخلي البطل بتاعك احلى من الطرف الثاني، فبدا يخلي الابطال اشرار بقى وبتاع وممالك فاسده وكده عشان يبرر لك ازاي ان هو لما يقتلهم هيبقى هو الشخص الجيد. يعني بس انا متاكد هو ماشي في طريق ان ملك الشياطين ده هيتغير ويبقى شخص كويس. في حاجه كمان ان طريقه السرد بتاعت القصه مختلفه، دي اهم حاجه يا جماعه، التجديد. لان انت قرات حاجات كتير قبل كده، انا عايز بقى حاجه جديده بقى، انا عايز حاجه مختلفه، فدي مختلفه. والقصه الكوميديا اللي فيها جميله، انا بحب الحاجات اللي بتضحكني، والاكشن بتاعها والرسم اللي فيها جميل برضه. فانت لو انت مهتم بقصص مختلفه ومنهوات جميله ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ودعمنا كده، احنا هنبسطك ما تقلقش.